فنانين كتير انضموا للماسونية ومنهم اللي اتقتل لما قال لأ، أنا مش هكمل. طب تفتكر مايكل جاكسون اتقتل ليه؟ وبنته قالت ايه عن الجماعة دي؟ وهل تعتقد ان مسلسل عائلة سيمبسون اللي بيظهر حاجات هتحصل في المستقبل واللي جزء كبير منها ظهر في الحقيقة، تفتكر المسلسل ده ليه علاقة بيهم؟ طب ايه هي أهداف الجماعة دي؟ وهل في قصص اتروت من أشخاص كانوا من ضمنهم؟ معلومات كتير هنعرفها دلوقتي، لكن بالتدريج. تابع معايا للآخر. خلينا نبدأ بحاجات معينة. يعني ايه هي الماسونية؟ بيفكروا ازاي؟ ايه هي أهدافهم؟ ايه الشروط لأي حد بينضم ليهم؟ مايكل جاكسون، مسلسل عائلة سيمبسون. خلونا نبدأ بمين هم الماسونية. اللي كتير يعرفوا عنهم انهم عبدة الشيطان. اتأسست امتى بقى؟ هي حاجة مش مؤكدة، ولكن البعض بيقول انها اتأسست سنة 715 قبل الميلاد، والبعض بيقول انها اتأسست بعد بناء هيكل سيدنا سليمان. وفي معلومة كمان شبه مؤكدة ان اصلهم بيرجع للمصريين القدماء، واللي أسسها واحد اسمه أوزوريس وسماها جماعة أوزوريس السرية. ايه اللي هم مقتنعين بيه؟ بيقولوا إن أول اجتماع للماسونية كان في جنة عدن، وكان بين سيدنا آدم والملك ميخائيل. وبيقولوا كمان إن ميخائيل هو زعيم الماسونية، ولكن كل ده كلام مش حقيقي، لأن مفيش واحد عنده عقل ومؤمن بجد هيصدق حاجة زي كده. طب نيجي بقى لأهم نقطة، وهي أهدافهم. من الآخر، عايزين يتحكموا في العالم كله، يعني تبقى حكومة واحدة، رئيس واحد بس اللي بيحكمهم، كل ده طبعا تحت قيادتهم. كمان عاوزين يخلوا العالم كله يبقى مليار واحد بس، وده ازاي؟ لو فكرت شوية هتلاقي ان في امراض كتير ظهرت ما كناش نسمع عنها قبل كده، زي مثلا فيروس كورونا اللي تسبب في موت كتير من البشر. ليه ما نقولش ان هم السبب في كل الاوبئة ديت عشان ينفذوا اللي في دماغهم ويبنوا عالم جديد ما يكونش فيه ولا اديان ولا سلطة؟ وبيركزوا جدا مع الصحافة والاعلام وشركات الانتاج الاعلامي علشان يوصلوا للناس الفكرة اللي هم عاوزين يوصلوها. ايه بقى الشروط عشان الشخص ينضم ليهم؟ عارف لما بتكون بتقدم على كارد مثلا، لازم تجيب حد يضمنك. هي نفس الفكرة، لازم يكون ليك حد جوه المنظمة ديت عارفك وواثق فيك جدا. اولا بيبعتولك زي مندوب كده بيسألك شوية اسئلة، ومن خلال الاسئلة دي بيحدد فعلا انت عايز تنضم للجماعة ولا لا. ولو طلعت صح عايز تنضم، بيحدد لك ميعاد مع شخص اهم مسؤولية منه، وبعدها بياخدوك في احدى اماكن المنظمة. وطبعا بيبقوا مغميين عينيك، ولكن لما بتفتحها بتلاقي حواليك ناس كتير لابسين لبس غريب. المكان ضلمة وفي نار محطوطة في النص، يعني هم واقفين كلهم بشكل دائري، وفي نصهم في نار. بيظهر واحد قدامك وبيبدأ يتكلم معاك، وبعدها بيقول لك قول القسم اللي انت بتبقى حفظته قبلها، واللي هو بيبقى عبارة انك ممكن تضحي بعينك او لسانك او اعضائك او روحك. وبعد ما بتقول القسم بيرش على وشك مية سخنة جدا، وبعدها بتبقى مية ساقعة جدا. بعدها بتبقى خلاص بقيت واحد منهم، ولكن بتبقى تحت التدريب. تعالوا بقى نقول قصة صغيرة كده عن واحد كان ليه شأن كبير جوه المنظمة دي، وكان اسمه جوزيف. جوزيف انضم ليهم بالصدفة وهو عنده 13 سنة. ما كانش يعرف هما بيفكروا في ايه ولا يقدروا يعملوا ايه، وعلشان سنه كان صغير فتقدر تقول كده ان هو اتطبع على طباعهم، وده خلاه يوصل لدرجة خبير في المنظمة وهو عنده 20 سنة. وقال إن مقرات المنظمة منتشرة في جميع البلاد، حتى البلاد اللي بيبقى فيها قرى صغيرة بيبقى برضه فيها مقرات للماسونية. وقال إن المنظمة بتعتمد على السحر الأسود، وقال إنه تواصل بنفسه مع الشيطان وظهر له بهيئته في إحدى المراسم. ومش بس كده، ده ذكر كمان إن في فنانين في الوسط الفني وكمان ناس ليهم شأن كبير في البلد بيترددوا على المنظمة دي، وكمان كان من ضمنهم مجرمين وسفاحين عشان يقتلوا أي حد يسبب لهم خطر أو أي حد يخرج عن طوعهم، زي مثلا مايكل جاكسون اللي ناس كتير بتكرهه من غير حتى ما تعرف قصته ايه. مايكل جاكسون ممكن يكون فعلا انضم للمجموعة ديت، ولكن لما عرف خططهم قرر ان هو ينسحب. ولكن ما كانش ينفع ان هو ينسحب، حاولوا ان هم يرجعوه ليهم تاني، لان مايكل في الوقت دوت كان مشهور جدا وفي ناس كتير بتحبه، فحاولوا معاه بكل الطرق لحد ما اعتقلوه. وبعد ما خرج من الاعتقال عمل اغنية وشرح فيها للجمهور ايه اللي هو كان بيتعرض له الفترة اللي فاتت. ومش بس كده، رمز الماسونية بيبقى عين وتحت منه هرم، تمام كده؟ وفي رمز تاني اللي هو بترفع صباعك دوت وصباعك ده وبتنزل الاتنين اللي في النص. طبعا انا مش عايز اعمله.
ودي طبعا بتبقى قرون الشيطان. مايكل بقى في كذا كليب ليه كان بيرقص وهو بيعمل نفس الحركة، ولكن بيخليها نازلة لتحت كأنه بيستهزئ بيهم. وكمان الغلاف بتاع الأغنية بتاعته كان عبارة عن عينين مايكل، وتحت منه هرم ولكن مقلوب. وهنا خلاص فقدوا الأمل إن مايكل يرجع ليهم، وقرروا إنهم يقتلوه، ونجحوا فعلا في ده. وبعدها عملوا حملة عشان يكرهوا الناس فيه ويسوقوا سمعته. أصل بالعقل كده انت هتستفاد ايه لما تقول على شخص ميت ان هو وحش؟ ما هو خلاص مات. طيب نروح بقى لبنته اللي هي ماريس جاكسون، اللي قالت بعض من الحقيقة على حسابها الشخصي في تويتر، وبعدها اختفت. ولكن رجعت تاني ونزلت صور غريبة لنجوم أغرب، وقالت هما معرفوش يوصلوا لي، لكن أنا بحاول أوصل لكم الحقيقة لكن مش كاملة. بس انت لو عايز تعرف الحقيقة كاملة ممكن تدور وتتعب شوية وانت هتوصل لها. كانت بتحاول توعي الناس وتعرفهم ايه هي المنظمة دي، وكمان كانت عايزة تبين ان والدها كان كويس. وكمان ظهرت في برنامج تلفزيوني والمذيع سألها تفتكري والدك مات مقتول؟ قالت له بدون تردد ايوه، والدي اتقتل، وكان في منظمة سرية جدا كانت بتخطط لقتله من سنين، ونجحوا في ده. وفي 2005 تم تسريب تسجيل صوتي لمايكل وهو بيتكلم مع مدير أعماله وبيقول له بصوت كل خوف هم خلوني أشهر شخص في العالم، ولكن في الحقيقة أنا شخص فقير وضعيف، أنا مجرد سلعة، ودلوقتي عايزين يقتلوني. وعارف إنهم ممكن يقدروا يعملوا كده في أي لحظة، ويقدروا يقتلوا أي حد في أي وقت وأي زمان. هم مش الحكومة، هم أكبر من الحكومة بكتير. التسجيل ده مازال موجود على الإنترنت لحد الآن. وبعدها بفترة قصيرة مات مايكل جاكسون. تعال بقى نخرج من كل ده وندخل على حاجة مهمة جدا، وهو مسلسل عائلة سيمبسون. أكيد سمعت عن مرض جدري القرد اللي لسه منتشر في 2024. طيب ما تيجي كده نرجع بالزمن لسنة 1995. كان الموسم السابع في المسلسل، وتحديدا الحلقة الثالثة. هنا بارت سيمبسون خد القرد ده من مكان في الشارع وقرر انه يربيه. بمجرد ما القرد ده دخل البيت وكل حاجة اتغيرت. القرد كان عنده فيروس غريب بدأ يتنقل بين الحيوانات وبعدها اتنقل للبشر. الحلقة دي قديمة جدا والمرض ده لسه منتشر الفترة دي. تقدر بقى تقولي هم عرفوا ازاي ان المرض ده هيتنشر؟ يعني كده المسلسل ده ليه علاقة بالماسونية ولا لأ؟ تعال نعرف أكتر. هنا ووبر سيمبسون كان عنده مشاكل كتير في البيت من خلال بقى المصاريف والبيت والحاجات دي. كان دايما في شغله بيشوف ان زمايله عايشين حياة سعيدة ومريحة وهو طالع عينه، والمديرين بيعاملوه بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي بيعاملوا بيها زمايله. طبعا اتضايق جدا وراحوا سألهم على كل اللي بيحصل، ولكنهم ردوا عليه وقالوا ده سر. ودي كانت حاجة تخليه عنده فضول عشان يعرف ايه اللي بيحصل. ولاحظ انهم مش بيشتروا الحاجة بالفلوس، لا، ده بخاتم عليه رمز غريب. ولما سألهم عن السبب واحد منهم قال له ده جزء من نظام جديد لبناية عالم جديد. وهنا بنشوف الجماعة السرية اللي أصدقائه منضمين ليهم. وفي يوم بعد ما خلص شغل قرر إنه يمشي وراهم لحد ما وصل لمبنى غريب وشاف ناس لابسين لبس أحمر، وواضح إن كان في اجتماع سري مهم. كان واقف بيبص عليهم من بعيد وشاف رمز غريب في كل مكان، وهو رمز المطرقة. وبعد شوية قرر انه يدخل الاجتماع ده، لكن الحراس قالوا ان مفيش حد يقدر يدخل هنا. وتاني يوم قال لأصدقائه انه عاوز ينضم للجماعة دي، وهم وافقوا. وهنا كانوا بيعملوا الطقوس اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو لو تفتكر، لما قلتلك بيغموا عينه وبيقول القسم والكلام ده كله. تفتكر بقى كل اللي شفته ده ليه علاقة بالماسونية والمسلسل؟ طب هما تبعهم ولا بيوصلوا المخططات بتاعتهم للناس؟ الموضوع ده بحر كبير جدا، ولو فضلنا نتكلم عنه لبكرة مش هنخلص. وعشان كده نقدر نقول انتهت الحلقة.